السلام عليكم. يلا بينا نعمل النهاردة أكلة سهلة وسريعة وخفيفة. هنعمل ايه؟ هنعمل صينية بطاطس بالفراخ. عندي نص فرخة وعايزة اعملها صينية بطاطس. هنعمل بيها ايه؟ هنجيبها ونقطعها 4 قطع او 6 قطع زي ما تيجي معايا، وننقعها في مية وملح وخل وليمون وشوية دقيق. بعد كده هنجيب بطاطستين كبار ونخرطهم طرنشات، وهنجيب بصلاية ونقطعها طرنشات رفيعة ونفصصها من بعضها. وبعد كده بنجيب طماطمتين ونخرطهم خرط رفيعة، وبعدين فصين توم هنقشروهم عشان برضو بعد كده نحطهم معاهم. حطيناهم في الصينية متوسطة وفرطناهم مع بعض ونقلبهم كلهم على بعض، معاهم معلقة ملح صغيرة ومعلقة فلفل اسود. قلبناهم كلهم مع بعض. بعد كده هنجيب القطع الفراخ. كده احنا ايه، قطعنا اللي قطعناهم، حطينا الملح والفلفل الاسود. بعد كده هنخرط الثوم معاه. بعد كده بنجيب طبق بنحط في قلبيه معلقه صلصه كبيره. التكايه بقى دي بقى ايه، جميله جدا، بتديها طعم تاني خالص، بتخليها في حته تانية. بتجيبي ربع معلقه جنزبيل ونص معلقه مرقه فوريه ومعلقه شطه او بابريكا حسب ما بتحبيها. حامي هتحطي شطه، ما بتاكليش حامي هتحطي بابريكا، ونص كوبايه زيت عليهم. تقلبيهم كلهم في بعض. بعد كده هتجيبي الفراخ بتاعتك وتحطيها بقى في الصلصة وتشربيها بقى الصلصة اللي عملتيها بالتوابل اللي عملتيها. هتقلبيها كويس. وبعد كده هتاخديها وتحطيها في الصينية بتاعة البطاطس، تحطيها مع البطاطس مع الصلصة اللي انت عملتيها مع التوابل كله مع بعضه. ما شاء الله، بتخليها في حتة تانية خالص. حطينا الفراخ. بعد كده هنحتاج ايه؟ هنحتاج كوباية مية كبيرة، ويا ريت تكون سخنة، مية تكون بتغلي علشان تستوي معاكي بسرعة. ان انت هتشيليها هتحطيها في النار على طول، فيا ريت تكون مية سخنة. حطينا عليها المية وبعد كده بناخدها وندخلها على الفرن على طول. لو بتحبي حامي، الفلفل الحامي بتحبيها الحامية، بتحطي قرنين فلفل حاميين سبايسي. وكده الصينية بتاعتنا طلعت ما شاء الله ولا اروع.